السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. عملنا مع بعض الايام اللي فاتت كل نواعم العيد او اغلبية نواعم العيد. عملنا مع بعض الكحك البارد والسخن، وعملنا الغريبة الناعمة الدايبة الجميلة، وعملنا كمان البسكوت بقى نوعين من البسكوت. عملت معاكم بسكوت المكنة وبسكوت القمع، وعملت معاكم البيتيفور بالسمنة الاقتصادي. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتيفور بالزبدة وهنشكله بالمكنة زي ما انتوا شايفين كده. يطلع اشكاله جميلة في منتهى الجمال. المكنة اشكالها حلوة جدا. طبعا البيتيفور بالمكنة ما بيبقاش عجينته لينة قوي زي القمع، بيبقى متماسك كده بس دايب في نفس الوقت، في منتهى الجمال، حلو قوي. بس خليكي معايا خطوة بخطوة عشان هقولك كل الاسرار اللي هتخليه يطلع معاكي بالجمال ده ويطلع معاكي دايب واشكاله حلوة جدا وتسويقته في منتهى الجمال. بس يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك، ولو لسه جديدة في قناتي واول مرة تشوفيني اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ مع بعض على بركة الله. معايا كيلو من الزبدة، اي نوع زبدة تفضليه بس يا ريت يكون زبدة حلوة مضمونة. وهنبدأ نفككها بايدينا زي ما انت شايفة كده، وتدعكيها وتنعميها كويس قوي بايديكي. الخطوة دي مهمة قوي. لو انت عندك مضرب كهرباء عايزة تستعمليه هتستعمليه، هيبقى سهل معاكي برضو. وهننزل على الزبدة الكيلو ده ب 400 جرام من السكر البودرة الناعم. انا طحناه في البيت ونخلاه، انت حابة تجيبيه جاهز برضو تمام انخليه. بس اهم حاجة انه يكون السكر البودرة منخول. عايزة تستعملي المضرب اليدوي كده برضو، هتضربي الزبدة مع السكر كويس جدا جدا لحد ما تبقى كريمية معاكي بالشكل ده. معايا 4 بيضات، 3 سلام وواحدة صفار. هننزل بيضة بيضة ونبدأ نشربها في الخليط بتاعنا ده واحدة واحدة واحدة. تنزلي بالبيضة وتبدأي تقلبيها بالمضرب اليدوي أو الكهرباء، وتبدأي تشربيهم كلهم زي ما انت شايفة كده. طبعا حطينا عليهم كيسين من الفانيليا. خلصت البيض وخليته كله الخليط بكريمي زي ما انت شايفة كده، بايديكي او بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرباء زي ما تحبي. ومعايا دلوقتي الدقيق، الكيلو الزبدة دوت مع السكر 400 جرام وثلاث بيضات وواحدة صفار هياخدوا كيلو ونص من الدقيق، او كيلو 600 حسب الدقيق اللي انت بتستعمليه او حسب نوع الدقيق اللي بتستعمليه. يعني من الكيلو ونص والكيلو 600 جرام انت بتبدأي تحطي الدقيق، وفي الاخر هتعرفي لما العجينة تلم معاكي هتعرفي خدت قد ايه بالظبط، عشان نوع الدقيق بتاعك ممكن يكون بيختلف عن نوع الدقيق اللي انا بستخدمه. تبدأي تحطي الدقيق شوية بشوية وتقلبيهم مع الخليط اللي احنا عاملينه ده. طبعا احنا مش بنعجن، بس انا الطبق اللي انا بعمل فيه لقيته ضيق، فانا هنقل في حاجة واسعة علشان اخد راحتي وانا بلم العجين معايا. هنبدأ نلم الدقيق زي ما انت شايفة كده. احنا طبعا بنلم بس مش بنعجن. ما تعجنيش خالص عشان العجينة ما تربيش معاكي عرق ويطلع البيتيفور ناشف معاكي. بتفضلي تلم الدقيق لحد ما العجينة تبقى ماسكة كده وما بتلزقش زي ما انت شايفة كده. هنقسم بقى العجينة بتاعتنا، هناخد نصها في نفس الطبق ده اللي انا او البولة اللي كنت بشتغل فيها في الاول، وهنزل فيها في معلقة كبيرة زبدة او سمنة، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام. انا ليه حطيت معلقة من السمنة كده؟ علشان برضو الكاكاو ما ينشفش معانا الجزء بتاع اللي احنا خدناه ده، الجزء بتاع الكاكاو ده. لكن انت ممكن قبل ما تبدأ العجينة تلم معاكي تقسمي العجين وتحطي الكاكاو 3 معالق وتحطي على نص التاني 3 معالق دقيق. يبقى كده وزنتي وتطلع العجينة معاكي مظبوطة. نبدأ نلم الكاكاو في قلب الخليط بتاعنا، في قلب العجين بتاعنا لحد ما تبقى بالشكل ده. برضو عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت ومش بتلزق وبرضو مش ناشفة. تمام كده. هرجع بقى النص الابيض بقى معايا في طبق تاني، وهنغطيهم الاتنين عشان هنبدأ نشكل مع بعض البيتيفور بتاعنا. خلاص كده تمام. هنجيب بقى المكنة بتاعتنا، المكنة اللي انت بتستعمليها. لو انت حابة تستعملي القمع في المرحلة دي بتخلي العجينة لينة شوية، بتلزق شوية كده، مش متماسكة في الدقيق، بتقللي الدقيق شوية. بنملى المكنة بتاعتنا بقى ونحط الوش اللي احنا عايزينه. بتشكلي بقى بالوشاش اللي انت عايزاها والتشكيلات اللي انت عايزاها حسب رغبتك. المكنة مليانة اشكال جميلة.
تبدأي بقى تشكلي، بتضغطي ضغطة واحدة كده تنزل معاكي الشكل بكل سهولة. لو انت عايزاه كبير بتضغطي ضغطتين، لو انت عايزاه صغير الشكل صغير كده بتضغطي ضغطة واحدة بتنزل معاكي زي ما انت شايفة كده. لو ضغطتي ضغطتين بتنزل البتيفوراية كبيرة شوية. عايزاها صغيرة بتضغطي ضغطة واحدة اهو. نفس الشكل الصغير ده مضغوط ضغطة واحدة، والكبير ده مضغوط ضغطتين بنفس الشكل وبنفس الوش بتاع المكنة. فانت بتشتغلي حسب ما انت عايزة زي ما قلتلك. عايزاها كبيرة زي كده، لو حابة البتيفورة كبيرة اضغطي ضغطتين هتنزل معاكي كبيرة. حباها صغيرة اضغطي ضغطة واحدة هتنزل معاكي صغيرة. بالمنظر اللي انت شايفاه ده اشكلي بقى اشكال من البني، واشكال من البيضة اللي هي بالفانيليا بس، واشكال اللي هي بالشوكولاتة. ولو عايزة تعملي الاشكال شوكولاتة على على فانيليا بتحطي زي ما انت شايفة كده. بتحطي قطعة من العجينة البيضة مع قطعة من العجينة البني في نفس المكنة وتشكلي، يديك الاشكال بالطريقة اللي انت شايفاها دي. فنني وشكلي بقى زي ما انت حابة، وفرحي اولادك وقعديهم يعملوا معاكي ويشتغلوا بالمكنة معاكي كده، هيفرحوا جدا ويعملوا الاشكال اللي بيحبوها. تمام كده زي ما انت شايفة الاشكال جميلة جدا، شوفي في منتهى الجمال، حلوة قوي. واللي هي بني على ابيض دي حلوة. وشوفي بقى لازم تخلي الصاج فيه من البني ومن الابيض في نفس الصاج، علشان تعرفي تسوي ويطلع، وتعرفي تسوية البيتيفور اللي بالشوكولاتة. لما تستوي معاكي البيتيفورة البيضة هتعرفي ان اللي هي بالشوكولاتة استوت خلاص وما تتحرقش منك. تمام كده الاشكال جميلة في منتهى الجمال. بتحطي بقى الصاجات بتاعتك، تبدأي تولعي الفرن قبلها ب5 دقايق، تسخنيه على نار متوسطة، وتبدأي تشغلي تحطي الصاج بتاعك. لو هتشغلي فرن البوتاجاز بتحطيه على الشبكة اللي في النص. لو فرن كهرباء زي ما دايما بقولك هتشغلي على درجة 180. لو فرن غاز زي كده هتشغلي على نار متوسطة. شايفين الأشكال جميلة ازاي؟ القلوب الكبيرة دي مضغوطة مرتين، والقلوب الصغيرة مضغوطة مرة واحدة. بتقلبي بقى البيتيفور بتاعك في الفرن لحد ما يبقى بالشكل الجميل ده. تسوية جميلة كده، وبعدين تبدأي تطلعيه وتحطي غيره، وتسوي كل الكمية بتاعتك وتخلصيها وتسيبيها تبرد. عملت شوية برضو بالقمع اهو. العجينة جميلة برضو كانت ماشية معايا في القمع. عملت صاج كده بالقمع اشكاله جميلة جدا والنقشة باينة فيه وفي منتهى الجمال، حلوة قوي. الطريقة دي بتاعت البيتيفور جميلة، اتبعيها وان شاء الله هتعجبك. شايفين بقى بعد التسوية الكمية حلوة قوي ما شاء الله، والاشكال جميلة، والتسوية في منتهى الجمال زي ما انت شايفة كده. ابيض وبالشوكولاتة بني، وكمان اللي هو الخليط كده ما بين الابيض والبني في بوتيفورة واحدة، حلوة قوي. جميل جدا البيتيفور ده. لو عايزة تقدميه من غير تشكيل، لو عايزة تقدميه سادة كده بيبقى حلو قوي برضو. ممكن مع الشاي، وممكن يتقدم كده برضو مع قهوة. اللي هو البني بالشوكولاتة ده بيتاكل مع القهوة، حلو قوي. في ناس بتحبه كده وفي بيحبوه مع الشاي زي البسكوتات كده، في منتهى الجمال برضو لو عايزة تقدميه سادة من غير تزيين. لكن لو عايزة تزينيه بقى ده حسب رغبتك، بتزيني حسب الرغبة. بتجيبي كل اتنين مع بعض وتبدأي بقى تحطي ما بينهم مربى او شوكولاتة حسب ما بتحبي. وبعد ما بتسيحي بقى الشوكولاتة في حمام مية طبعا زي ما احنا متعودين. بتجيبي مية في حاجة، وتجيبي وتحطي الشوكولاتة بتاعتك في قلب حاجة اصغر منها شوية وتحطيها فيها. متخليش الشوكولاتة تلمس المية خالص، وتبدأ تسيح معاكي الشوكولاتة في حمام مية، وتشكلي وتزيني زي ما انت عايزة. تحطي ما بينهم مربى زي ما قلتلك او شوكولاتة، وبعدين تغمسي الاتنين اللي انت شكلتيهم، تدخليهم جوه الشوكولاتة وتطلعيهم، تخرجيهم برضو، تحطي عليهم جوز هند او شوكولاتة فارماسيل او شوكولات شيبس او اي حاجة انت بتحبيها، مكسرات. شكلي زي ما انت عايزة وزيني زي ما انت عايزة. التزيين ده طبعا حسب ذوقنا وحسب ما احنا بنحب وحسب ما اولادنا بيحبوا. زينيه. انا زينته اهوت وشكلته. عملت برضو ما بينهم شوكولاتة زي ما قلت لكم، طلعتهم حطيتهم في الفرماسيل وفي جوزة الهند. وفي برضو عملتها شكلتها بواحدة بس مش اتنين مع بعض. دخلت القطعة الواحدة في قلب الشوكولاتة. طبعا تسيحي شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بني زي ما بتحبي.
المهم حطيت بقى القطعة الواحدة جوه الشوكولاتة وطلعتها، حطيت على وشها شوكولات شيبس طالعة جميلة جدا. وزي ما زي اللي بيحبوا، في بيحبها كده وفي بيحبها اللي هي محشية اتنين مع بعض ومحشية، وفي اللي بيحبها قطعة واحدة زي كده. انا عملت كده عشان البي كل رغبات اللي بيحب حاجة يلاقيها. وشكله حلو جدا جدا في منتهى الجمال. والنعومة بقى ما اقولكيش، هو البيتيفور كان ناعم اصلا وعجينته جميلة وهو طالع ناعم. بس طبعا التزيين دوت والتشكيل ده وحشوة المربى جواه بتخليه دايب اكتر. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده دايب بجد، مش مستحمل انك انت حتى تقطعيها كده. دايبة وفي منتهى الجمال، والطعم ما اقولكيش بقى، الطعم جميل جدا جدا. يا ريت تجربيه وان شاء الله هيعجبك. وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم ان شاء الله يا ريت نعمل شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبنا والكل يعملها ويستفاد بيها. وما تنسيش تحط اللايك. ولو انت جديدة في القناة اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.